حبايبي، احنا قلنا النهارده نعمل أكلة كده تكون جديدة، ويعني هي مش جديدة، هي قديمة قوي، بس الواحد تايه عنه من زمان، نسيها مكسل عنها. بس قلنا نعملها النهارده حاجة تغيير في الأكل وكده. فقلنا نعمل لحمة أم بصل أو البصلية أو الكباب الحلة. ونعمله بطريقة كده يعني مختلفة شوية، يعني في ناس عارفة الطريقة دي وفي ناس ما تعرفهاش. فاحنا بنفكر بعض بالحاجات اللي احنا ناسيينها. فعندنا اللحمة جميلة بالبصل متكرملة. البصل وكرملته بيدي اللحمة طبعا طعم ولا أروع من كده. وشايفين أنا مقطعاها قد راس العصفورة كده صغيرة. اللحمة بصوا مهرية ازاي، من كتر ما هي خدت سوى البصل، وهي عشان كمان مقطوعة صغيرة متقطعة صغيرة زي راس العصفورة كده، ما بتاخدش وقت كتير. يمكن هي استوت قبل ما البصل كمان يتكرمل. فجميلة قوي الطريقة ديت. يا ريت تشوفوها ويا ريت تشوفوا الفيديو من الأول للآخر عشان تعرفوا الخطوات والطريقة اللي وصلت اللحمة أم بصل دي للكرملة الجميلة اللي هي فيها. واحنا شايفين هي لون الكرملة خطير وجميل وطعمه أخضر وأجمل. فيلا بينا على الفيديو علشان نشوف طلعنا اللحمة الجميلة دي والبصل المكرمل ده ازاي، ونشوف الفيديو خطوة بخطوة مع بعض. يلا بينا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي، وعلشان نعمل اللحمة أم بصل أو البصلية أو كباب الحلة محتاجين حاجتين بس. البصل، ودي يمكن نص كمية البصل اللي أنا هحتاجها، وهقول لكم إزاي. ودي كمية اللحمة اللي أنا هعملها. أنا مقطعاها قد راس العصفورة كده صغيرة عشان تساعد إن هي تستوي أسرع، ما تقعدش أطول فترة ممكنة. تمام. وهنحتاج ملح وفلفل أسمر بس. واللي عاوز يزود أي حاجة من البهارات دي حاجة براحته ترجع له هو. فاحنا محتاجين زي ما قلنا اي كمية لحمة انت عاوزة تعمليها، وعلى حسب كمية اللحمة بتعملي كمية البصل، لان الصوص اللي انت بتاكليه معاها هو اللي بيطلع من البصل. فانا زي ما قلت دي نص كمية البصل اللي انا حطاها في الاول، بعد كده هحطها بس في وقت تاني من الخطوات بتاعت سوى اللحمة. تمام. فيلا بينا بقى نبدأ الفيديو مع بعض. انا طبعا قشرت البصل وغسلته كويس، وهبدأ ان انا اقطعه جوليان او شرايح كده. انا خلصت كده كمية البصل اللي انا قطعتها اللي هم الثلاث بصلات. يعني وسط او كبار شوية يعني، بس مش كبار قوي لان انا كمية اللحمة عندي مش كبيرة، يعني كمية صغيرة. يمكن عايزة اقول لكم ممكن تكون اقل من نص كيلو بحاجة بسيطة. فبس البصل كتره مش وحش، يعني هو مغذي وكل حاجة. وهو كمان اللي بيعمل الصوص بتاعه. فأنا كده خلاص خلصت كمية البصل. ففي حلة على النار، أو شوفي يعني ممكن تعمليها في طاسة غويطة أو وok، على حسب ما انت هتعمليها في ايه. على النار ونحط فيها المادة الدهنية. أنا متوفر عندي زبدة فحطيت زبدة على حبة زيت. تمام. وكمان ما فيهاش دهون كتير فحطيت كمية كبيرة شوية، يعني حوالي مثلا ممكن معلقتين زبدة ومعلقتين زيت أو 3 عليهم كده. يعتبر خلاص الزبدة والزيت سخنوا جدا. فهبدأ إن أنا أنزل باللحمة، مجرد بس إن أنا هفردها بس كده في الزيت والزبدة، مش هلمسها إلا لما تبدأ تغير اللون بتاعها عشان ما تنزلش العصارة بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده اهي خلاص بدأت تغير لونها. نستنى بس تقليبتين كده أقل من دقيقة، ونبقى نحط البصل ونخلي جنبنا مية مغلية عشان كل ما اللحمة المية منها تنشف بعد ما نحط البصل، أو تقل أو زيادة عن اللزوم بنزودها، يعني يا دوبك حاجة بسيطة كل شوية أما نيجي نقلبها مية مغلية. تمام. انا كده هحط بقى الفلفل الاسمر عليها زي ما قلنا في اول الفيديو. انت على حسب حبك بقى للبهارات، عايزه تحطي اي حاجه، قرفه، بهارات مشكله، بهارات لحمه، عادي مفيش مشكله. واحنا ما ننساش النار عاليه زي ما هي كده. تمام. كده احنا هنبدا بقى ننزل البصل. نزلنا البصل وهنبدا نقلبه بقى عليها
وهخليها يعني النار هاديه شويه، يعني مايله للوسط او اقل من الوسط بحاجه بسيطه، وهغطي عليها. وكل حبه كده هاجي اقلبها لغايه ما البصل يدوب خالص ويتكرمل، وبعد كده نكمل بقيه الخطوات مع بعض. انا كده خلاص هغطيها. وما ننساش ان احنا نجهز ميه مغليه جنبنا، عشان خاطر كل ما الميه تنشف منها او الصوص يبدا ينقص نزود ببق ميه صغير. بصوا يا حبايبي، يعتبر كده خلاص البصل اللي هو الجزء الاولاني اللي احنا حطيناه اتكرمل. هو اهم خطوه في خطوات اللحمه هي كرمله البصل، اللي هو الدفعه الاولانيه اللي احنا بنحطه في الاول خالص. لازم نكرمله حلو. وكل ما كترتي، لو انتي بتحبي الصوص كتير بتاع اللحمه، سواء هتاكليه مع حاجه رز او مكرونه او تاكليه بالعيش، كل ما بتحبيه بتزودي البصل. فكل ما زودنا في البصل كل ما الصوص ده كتر. فاحنا زي ما احنا شايفين كده البصل اتكرمل خالص. فانا قلنا في اول الفيديو ان احنا هنحط كميه بصل ممكن قد اللي احنا حطيناها في الاول او ممكن كمان اكتر. فانا قطعت كميه البصل دي اهي زي ما احنا شايفين كده، فهحطها بقى بعد ما الكرمل الاولاني، وهنقلبه برضو ونسيبه ياخد وقته برضو خالص مع التقليب برضو كل فترة. ومع انه لو السوائل نقصت منه ان احنا نزوده مية سخنة قوي او مغلية وعلى نار متوسطة برضو كده. انا حطيت الجزء التاني من البصل هنقلبه برضو ونحط له حبة مية صغيرين مغليين. تملي خلي المية جنبك مغلية في كاتل او في براد او في اي حاجة تغلي فيها مية. تمام. فانا هحط له شويه ميه كده صغيرين، بتاع حوالي اقل من نص كوبايه ميه، لان ما ننساش ان البصل فيه سوائل وهينزل السوائل بتاعته. فانا كده خدت تقليبه مع بق الميه وهغطيه، هغطي الحله واسيبها برضو ما استعجلش عليها لغايه ما البصل ده كمان يتكرمل وتكون اللحمه كده بقت دايبه وبقت مستويه خالص. انا ضفت اضافه كده يعني على حسب الرغبه، لان احنا بنحب الحاجه الاكل كله سبايسي. فاللي بيحبها سبايسي يحط قرن او 2 فلفل حامي، او يحط شطه من اللي هي البودره ديت الحمراء دي برضو. فدي حسب الرغبه. فانا حبيت اوريكم انا حطيت قرنين فلفل حامي فيها، ولغايه ما اجي اطفي عليها بقى وبعدين نغرفها مع بعض. حبايبي، ودي كانت نهايه اكلتنا النهارده. اللحمه ام بصل، وعامله معاها بتنجان مخلل، عامله معاها مكرونه، عامله معاها بطاطس محمره. أكلة سهلة ومشبعة، ويعتبر نوعا ما مش مكلفة، لأن حبة اللحمة دول ما كملوش نص كيلو، وكانوا بواقي من تقطيعة لحمة تانية يعني كانت بتاعة طبيخ. قطعت منها عشان أصغرها شوية، كانت كبيرة زيادة عن اللازم، فاللي أنا طلعته منها شلته وقطعته زي راس العصفور زي ما قلت لكم كده، وكفاني غدوة أهو. فبجد طعمها ولا اروع من كده. اللحمه انا مقطعاها صغيره عشان كده اتهرت زي البصل بالظبط زي ما احنا شايفين كده. منظرها ولا اروع من كده. اللحمه دايبه خالص، طعمها كاني حاطه فيها سكر. بجد لو حد تاني اللي عاملها كنت قلت حاطه فيها سكر، حاطط فيها سكر، لان البصل مع كرملته تحفه بجد، جميل وطعمه خيالي وجميل جدا. وطبعا حسب رغبتك، بتحبي تاكليها برز، بمكرونه، بعيش، باي حاجه زي ما انت عايزه بتاكليها. ماشيه معاكي في اي حاجه. زي ما احنا شايفين كده اللحمه مهريه خالص. انا جبت طبق فاتح اهوت علشان اوريكم مدى نعومه اللحمه. شايفين زي ما احنا شايفين كده. بصوا اللحمه مهريه خالص، يعني بجد فظيعه زيها زي البصل. مش مرهقة في أكلها زي ما بتكون حتت كبيرة. كده الحتت دي معقولة وجميلة جدا، وبتتاكل يعني على طول، بدل ما الحته تبقى كبيره تقطمي منها او تقطعي منها بالشوكه او بالمعلقه او كده، لا دي حته في المعلقه كده بتتاكل على طول. فالاكله بجد جميله جدا وهتعجبكم لو جربتوها بنفس الطريقه ونفس طريقه كرمله البصل في الاول وفي الاخر.
بجد هتعجبكم وهتدمنوها، وكل اللي هياكل منها يعني هتعجبه وهينبهر بيها وبطعمها. فلو عجبتكم الأكلة وجربتوها وعجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسك وعنبر. مع السلامة.